ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى الفراخ البلدي المحشية بطريقة سهلة وبسيطة كده، ومكونات بسيطة بس النتيجة بجد كانت تحفة. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي مع بعض. هحط الحلة بتاعتي على البوتاجاز وهحط عليها معلقتين كبار من السمنة ومعلقة من الزيت. ويا سلام بقى لو السمنة دي كمان سمنة بلدي هتدينا طعم حلو جدا. بعد ما بتسيح السمنة عندي بحط التوابل بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل اسود وشوية من جوز الطيب، رشة جوز الطيب وحبهان ولورا وعود قرفة لو موجود، مش موجود انا حطيت هنا قرفة مطحونة زي ما احنا شايفين. اول بقى ما بشوحهم كده في السمنة وريحتهم بتطلع، بحط عليهم القوانص بتاعة الفراخ. طبعا بديها تشويحة كده لما لونها يتغير وتخش كمان في التسوية معايا. بعد كده هنزل عليها بالكبد بتاعه الفراخ برضو، هما طبعا ايه عشان فراخ بلدي فالكبد والقوانص بتاعتهم مش كتيرة، يعني ايه صغننة كده. هديهم بقى تشويحة في التوابل وفي السمنة دي، كانت ريحتهم في المرحلة دي حلوة جدا جدا. بعد كده حطيت عليهم بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين زي ما احنا شايفين كده. طبعا قرن فلفل سبايسي للي بيحب الايه، يعني هو ما بيبقاش سبايسي قوي، مبيبقاش حراق، بس بيدينا طعم وريحة حلوة جدا. مش عايزين نحطه ممكن نستغنى عنه عادي. بعد ما شوحت بقى البصل والكبده والقوانص والبهارات بتاعتي والحاجات دي، نزلت بقى عندي بالرز بتاعي الكميه زي ما انا حابه احطها. عايزه احشي بيها الفراخ بتاعتي، وباقي الكميه انا هناكلها جنب الفراخ، فعشان كده انا مزوده كميه الرز. بعد ما شوحتها بقى كده والرز كله خد من طعم التوابل بتاعتي واتغلف كله بالسمنة والتوابل، ابتديت انزل بشوية مية زي ما احنا شايفين، نص الكمية اللي هحطها عشان تسوية الرز. تمام كده، يعني لو كوباية رز هحط لها نص كوباية من المية في المرحلة دي. طبعا على نار عالية، اول ما يبتدي يتشرب المية بهدي عليه على نار هادية، ومن وقت للتاني بقلبه لما يوصل 3/4 تسوية كده للرز بالظبط، يعني 3/4 تسوية، مش مستوي قوي ومش نص تسوية. الفراخ بتاعتي انا كنت غسلاها كويس جدا ونقعاها طبعا، منضفينها تنظيفة حلوة. جبت بقى بصلاية مبشورة كده وحطيت عليها ملح وفلفل، وابتديت ان انا احشي بيها الفراخ بتاعتي عشان تديني طعم وريحة حلوة قوي. بعد ما حشيتها بقى زي ما انتم شايفين من تحت الجلد ومن بطنها كده، كان الرز عندي استوى للمرحله اللي انا عايزاها زي ما قلت لكم 3/4 تسويه. اللي حابب بقى يحط تحت الجلد رز كده بس ما يكترش عادي، حابين نحط في البطن بس جوه الفرخه رز برضو، يعني دي احنا وراحتنا. تمام كده، انا حبيت ان انا احط لكم معلقتين تحت الجلد كده عشان تشوفوا النتيجه في الاخر ان هي مش هتفتح مننا ولا اي حاجه. برضو ما بزودش الرز في البطن الفرخة قوي، يعني عشان خاطر لما يكمل تسويته ما يبقاش خارج معايا من الفرخة كده ومش كويس معايا. هكتف بقى الفرخة زي ما احنا شايفين من رجليها كده، وكده بقت تمام معايا. ادي كمان الفرخة التانية حشيتها من بطنها بس زي ما احنا شايفين، وهكتفها نفس التكتيفة بالظبط. تمام كده، رجل عكس التانية، وبتبقى كده مظبوطة جدا معي. اهم حاجة ان انا احكمها عشان خاطر الرز ما يطلعش معي. كمان عشان خاطر احكم الرز ان هو ما يخرجش من الفرخة بتاعتي، جبت بصلاية كده وحطيتها بصوا بين الرجلين، بحيث ان هي تقفل على الرز يستوي وما يخرجش بره. عندي بقى شوية خضار كده، اي خضار بقى، على بصلاية مقطعاها 4، قرن فلفل، بطاطساية، جزراية، اللي موجود حطيته. اي خضار بقى، بسلة، فاصوليا، اللي احنا بنحبه واللي موجود هنحطه. حطيت بس عليه شوية ملح وفلفل، وجبت طبعا الكيس الحراري ونزلت عليها بالفراخ بتاعتي زي ما احنا شايفين. هلم بقى الكيس الحراري ده كده في بعضه، وهربطه باللي هي الرباط اللي بيبقى جاي معاه ده. يعني الطريقة سهلة جدا بس بجد النتيجة حلوة جدا. احنا متخيلين لما تبقى الفراخ مستوية من غير ولا نقطة مية، بس بتستوي في العصارة اللي بتنزل منها، بجد طعمها وريحتها كان خطير. كمان في نفس الوقت بتوفر علينا حتة ان احنا نحمر بقى والكلام ده كله. حطيتها بقى في صينية زي ما احنا شايفين ألمونيا، ونزلت عليها بشوية من المية ونقطة من الخل عشان ما يخليش الألمونيا تأكسد معايا وهي في الفرن. شغلتها على أعلى درجة حرارة اللي هي 200، وشغلت الفرن عليها في الرف الوسطاني. قعدت معايا ساعة ونص بالظبط، وكانت حكاية زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا باقي الرز اللي اتفضل معايا كملته كمية المية بتاعته المظبوطة، وهديت عليه النار لما استوى معايا زي ما احنا شايفين.
قدمته تحته وابتديت اطلع بالفراخ زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تحفة، ولا شواية ولا اي حاجة خالص، هي استوت واتحمرت زي ما احنا شايفين كده في الكيس الحراري، بجد تحفة. طبعا احنا لازم في الكيس بعد ما بنحط الفراخ بنحط السكينة، بنغزغز كده الكيس الحراري بحيث ان هو ما ينفخش مني في الفرن وينفجر معايا في قلب الفرن. طبعا دي شوية الخضار بقى اللي استووا معايا تحت الفراخ كده، كانت ريحتهم حكاية وطعمهم كان حلو جدا. انا بقى دهنت الفراخ بتاعي بالعصارة اللي نازلة منها وبس كده.